لو ما شفتش الجزء الاول من حكايه كابت 13 تقدر دلوقتي تروح تشوفها علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. اما جامد اللي متابع الحكايه ووصل معاه لحد اللحظه دي فيتحمس علشان هنكمل حكايتنا. بترجع بينا الاحداث بعد كده سنتين ورا يا صديقي، وقت ما اتعرفت ماريتا اللاعبه على ريا واللي كان وراه سر كبير وقتها، ودايما كان بيفكر بشكل ابليس وبيميل لتحليل الجرائم وبيتوقع تفكير المجرم كمان. ده غير كده وكده بيكون مطلوب اصلا من مكتب المدعي العام لانه يعتبر عميل جاسوس. وساعتها اوجير بتقلق منه حبتين، بس ماريتا بتاكد لها ان هو افضل شريك حصلت عليه لحد دلوقتي. اما بقى اوجير فشرحت لهم ان الوضع مختلف تماما مع جان، لان جان بطله صريحه ما عندهاش غموض، ولكن من ساعه ما جت ملوحه هي تعتبر مريحه لحد دلوقتي من المعارك بتاعتها اللي ما كانتش بتنتهي ابدا. اما بقى عن جين فكان بيوصف كابت 13 وبيقول ان هو لسه على حاله، بس الموضوع بيكون مختلف تماما معاه اما بتكون المشكله خاصه بعالم كومبارس بيكون جد جدا. ماريتا بتتكلم وبتقول له يمكن هو بيعمل كده لانه بيخاف من تدمير عالم كومبارس، لان ما عندوش اي مكان تاني يروح له عكس الابطال اللي موجودين هنا كلهم. وقتها بيظهر الحزن على جين وبيكون متأثر جدا بحال كوبيد 13. في الوقت نفسه يا صديقي على الجانب الاخر بنشوف كوبيد 13 وكان معاه تسلا وكانوا مكتفين بغدول، وكانوا مصممين ان هو يعترف بكل حاجه يعرفها عن الفيروس اللي انتشر في المكان واصابت بيه جاست. ولكن بغدول ابن العناديه كان بيقول لهم ان هو ما يعرفش اي شيء عنه ومش هو الوحيد اللي يعرف كل شيء عن عالم كومباس، وبيعرفهم كمان ان في شريك في نصهم متخفي وهو المسؤول عن اللي بيحصل في العالم والفوضى دي كلها. ساعتها بالفعل اول حد بيجي في دماغهم وبيشكوا فيه هي الآلية لانها تعتبر هي الخبيره في العالم بتاعهم. ووقت ما كانوا بيفكروا سوا هما الاثنين بيدخل عليهم ريا وبيقول لهم ان هو كان بيتتبع الفيروس في الفضاء، وعلى حسب اللي تبين له هو حاسس دلوقتي ان هو يفتح في المكان هنا. واذ فجأة يا صديقي بدون اي مقدمات كده بتفتح فجوة وبيهجم منها الفيروس عليهم. الكل وقتها بيكون خايف جدا منها وبيجروا من المكان علشان ما يحصل لهمش زي ما حصل كده لجاست. واما بقى على الجانب الاخر المعركه اللي كان بيتتبعها جان خلصت على خير، وخرج واحد من الابطال اسمه شيان. خرج وقتها وهو حزين جدا على الهزيمه بتاعته، ولكن بيخرج وراه توماس وبيهنيه على المعركه الرائعه اللي هو عاملها. بيساله توماس بعد كده عن سبب الحزن اللي هو فيه، فشيان بيطلع صوره زوجته بيوريها له وبيقول له ان هو بيبذل كل المجهود ده علشان يقدر ان هو يوصل لها تاني، وبيمشي وقتها هو متاثر وحزين جدا. في نفس الوقت بيظهر قدام توماس تحذير وبيعرفه ان في حاله طارئه جدا لظهور فيروس تاني. في نفس اللحظات ده على الجانب الاخر بغدول كان بياكد لكوبيد 13 ان هو ما يعرفش اي شيء عن الفيروس لسه، بس بغدول ابن الخبيثه بيستغل الفوضى والخراب اللي حصل في العالم وبيهرب منهم. اما بقى عن كوبي وتسلا وراهم ريا بيكونوا بيجروا من الفيروس، ووقتها ريا بيعرف ان الفيروس ده بيتتبع الابطال بدون اي تمييز. بيطلب بعد كده من كوبيد 13 ان هو يواجه الفيروس، ولكن كوبي بيرد عليه بيقول له انت مجنون يا عم، انا ما اقدرش اواجهه لوحدي من غير شريك العبيط جين. جين وقتها بيسمعه بيقول له انت بتقول ايه يا ابن المجنونه، هو انت بتهزقني كده ليه؟ انا عايزك تحترمني شويه والا هكسر لك دماغك. كوبي وقتها بيقول له حقك عليها يا معلم، انا بنكشك بس علشان تقدر ان انت تهاجم معايا. وبالفعل بيرموا تسلا وبيهجموا هما الاثنين على الفيروس، وبضربه واحده بس من المنجل الاحمر بتاع كوبيد 13 بينتهي الكابوس تماما، وبيقدروا ان هما يلحقوا تسلا قبل ما يقع. وساعتها ريا بيردوا بيقول لهم احنا لازم نبلغ المشرف دلوقتي لان الوضع بيزيد خطوره ويعتبر الكل في خطر دلوقتي. وفعلا يا صاحبي في نفس الوقت ده كان الفيروس العجيب بيتتبع شيان عمال بيلف حواليه، وفجاه بيهجم عليه بيقدر ان هو يسيطر عليه تماما، وبيقدر بالفعل ان هو يسيطر عليه وبيدخله في حاله اللاوعي زي جاست بالظبط. واما بقى على الجانب الاخر بنشوف كوبيد 13 لما كان ماسك في رقبه الآلية فوي وبيحاول ان هو يهددها وبيضغط عليها وبيقول لها انها تعترف احسن لها والا هيخلص عليها حالا. انطقي بسرعه يا بنت المجنون اللي تعرفها عن الفيروس ده. وريا بيحاول ان هو يهدده وبيقول له استهدى بالله يا اخ، انت مش كده، احنا مش هنعرف منها اي حاجه بعد ما تموتها. ولكن كوبي بيرد عليه وبيقول له لا والله ما اسيبها، انا لازم اخلص عليها دلوقتي حالا لانها هي السبب في الخراب اللي بيحصل واللي بيحصل لجاست كمان. فوي وقتها بتبدا ان هي تحذره ان هو لو ما سابهاش دلوقتي حالا هتديله بطاقه صفراء وبعد كده هتطرده، ولكن كوبي ما بيهتمش ابدا بيها. بيقول لها انا كده كده بايع الدنيا ومش فارق معايا وهفضل وراك في كل مكان لحد ما تعترفي، وصدقيني هعرفك في حياتك كلها. فوي وقتها لما بيشوف حاله الجنون اللي هو وصل لها بتقرر ان هي تعترف له بكل حاجه، والنوع دوت من الفيروسات ما عندهاش فكره ابدا كافيه عنه. ولكن اللي انا اعرفه ان هو ظهر من مده في محيط العالم بتاعنا وبيبدا ان هو يهاجم الابطال كلها وبيقدر ان هو يسيطر عليهم ويتحكم في الحاله بتاعتهم. ولكن الفيروس الاخير ده هو الاخطر في العالم كله ومش من الانواع اللي احنا نعرفها، وعلشان كده يعتبر احنا سميناه فيروس غير نظامي. ساعتها كابا بيتعصب اكتر واكتر وبيقول لها يعني بغدول ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل ده، وانت سبتني نتتبعه ونتبهدل كده، والله العظيم ما هسيبك
هسيبك دلوقتي ولازم اكسر دماغك، وبتفضل تجري وكوبي يجري وراها. اما الوضع بقى كان عند ريا مختلف تماما، وتحليله للموضوع مش بيتوقف تماما، وبيقرر ان هو يطلب مساعده من العالم الخارجي علشان يفهم طبيعه الفيروس اللي بيهدد العالم ده. ماريتا بعد كده بتتكلم وبتساله عن اللي بيفكر فيه، فبيرد عليها ريا وبيقول لها افضل طريقه دلوقتي ان هو يجمع البيانات المتوفره عن الفيروسات ديت الاول، علشان يقدر يلاقي طريقه ان هو يقاوم بيها ويعرف ازاي يتعامل معاه بالظبط من غير ما يخسروا اي حاجه. واما على الجانب الاخر بقى، صديق الفيروس كان مسيطر تماما على شيان، واللي بيقدر ان هو يرجعه مره تانية لتودم علشان ينتقم من الهزيمه اللي هو سببها له. بس قبل ما الفيروس يتمكن من شيان على الاخر، بيتكلم وبيقول لتودم اهرب من هنا في اسرع وقت ممكن والا هخلص عليك صدقني. بس تودم ابن العبيطه وقتها ما فهموش وفضل واقف كده مكانه متسمر، وفجاه اتحول شيان للون شاحب وغريب، وبقى دلوقتي يعتبر تحت سيطرة الفيروس بشكل كامل، وبدأ ان هو يضرب النار على تودومي. بيفضل تودومي ان هو يتصدى بكل قوته بالسيف بتاعه في اللحظات اللي بيفكر يهجم فيها تودومي على شيان، بيلاقيه اختفى تماما من قدامه، وبيظهر بعد كده في اتجاه تاني، وهو بيلاقي رصاصة قوية جدا اتضربت عليه ولكن مش بتقتله، ولكن بيفضل ان هو يدمره بطلقاته، وبعدها بيسيبه وبيمشي في المكان. وفي نفس الوقت ده على الجانب الاخر كان بيتابع ريا اثار الفيروس لسه، وبيقرأ وقتها على الجهاز بتاعه ان الفيروس شكله تمكن من حد لان حركته توقفت تماما، وبيقرر بعد كده ان هو يروح للمكان اللي ظهر فيه الفيروس اخر مره على حسب ما الجهاز ارشده وقال له. في نفس الوقت ده كان توماس معدي من المكان اللي اتهاجم فيه على لوشان من الفيروس، ووقتها بيلاقي صوره زوجة لوشان واقعه على الارض. بيستغرب جدا وقتها بيبدا ان هو يفكر يا ترى ايه اللي حصل هنا، ولكن بيقطع ريا لما بيوصل لنفس المكان هو كمان. بيسأل توماس لو كان شاف اي حاجه غريبه حصلت في المكان هنا لانه بيدور على اي دليل، ولكن بيرد عليه وبيقول له ان هو ما شافش حاجه للاسف. بس ولكن الغريب ان الصوره دي تخص لوتشان، وان هو كان بيدور عليه في المكان كله لان حالته ما كانتش عاجباه بعد الهزيمه في المعركه. ريا وقتها بيبدا ان هو يترجم اللي حصل في دماغه، وبيفهم وقتها على طول ان الفيروس ساب لوتشان بالفعل، ولكن فجاه بيظهر لوتشان في هذه اللحظه وبيضرب عليهم نار بدون اي توقف يا ساده، وساعتها بيقرر ريا ان هو يواجهه بنفسه. بيفكر وقتها مع نفسه بيقول الفيروس ده مش بيغير بس في شكلهم وسلوكهم، لا ده كمان بيديهم قوه اكبر من الطبيعي. وقتها توماس بيحاول ان هو يساله وبيقول له انت بتعمل كده ليه يا ابن المجنونه، وازاي بتهاجم اصدقائك اللي هم اغلى حاجه عندك؟ ولكن الولد مش في الوعي بتاعه تماما ومش سامع اي حد ولا مهتم بيهم اصلا. ماريتا بعد كده بتطلب من ريا في اسرع وقت ممكن ان هو يطلب المساعده من كوب 13، ولكن ريا بيقول لها انا محتاج بس شويه وقت علشان احل تصرفات الفيروس ده لما بيتمكن من اي بطل يا بنتي. ولكن توماس بيتدخل في هذه الاثناء يا ساده، وبيقدر ان هو يهجم على لوتشي وبيوقفه بالفعل اللحظات. ريا بعد كده بيحذره بيقول له مش يا ابن المجنونه من هنا استخبى، انت في خطر كبير وانت مش حاسس بيه. ولسه ما خلصت الكلام بتاع صديقي بيلاقي جسم لوتشي بيخرج منه ضوء شديد جدا وعليه صوره زوجته. الكل ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل هنا وبيكونوا متفاجئين تماما، ولكن لوتشي ما بيديلهمش اي فرصه للتفكير وبيهجم عليهم وبيضرب على الولد توماس نار. فبيهجم على ريا وبيقدر ان هو يتدخل في اللحظات المناسبه، وبيقدر ان هو بالفعل ينقذ توماس. ماريتا بعد كده بتسال شريكها ريا بتقول له يا ترى ايه اللي ظهر ده، فبيرد عليها بيعرفها ان هي رؤيه من لوتشي بيحاول ان هو يخرجها من سيطره الفيروس عليه، ولكنه للاسف فقد السيطره مره تانية. بس المفروض ان هو ما كانش يقدر ان هو يخرج الرؤيه دي من غير الشريك بتاعه، وبيقول لها ان هو لازم يتحقق في الموضوع في اسرع وقت ممكن، يمكن يلاقي دليل يقدر ينقذ بالولد الغلبان. بيرجعوا بعد كده على فوق بيعرفوها اللي حصل ده يا صديقي، وبيقول لها ان لوتشي اتسيطر عليه تماما من الفيروس، ولازم ان هي تبلغ كوب 13 باللي حصل ده في اسرع وقت ممكن علشان يجي، ولازم تتواصل مع شريكها لوتشي علشان تقدر ان هي تنقذه. ولكن فوي بتصدمهم بقى بتقول لهم ان شركه سجل الخروج من العالم بتاعه ما تقدرش ان هي تتواصل معاه. في نفس الوقت ريا بيكون مصمم حرفيا ان هو لا اي ثغره يفهم بها ايه اللي حصل وازاي لوتشي قدر ان هو يستخدم مهاره الشريك. في نفس الوقت ده على الجانب الاخر جين كان بيتكلم مع 13 وبيحاول يفهم منه هو ليه بيدافع عن عالم كومباس، والسؤال الاهم دلوقتي اللي هو كان عايز يعرفه هو ليه مش عايز يرجع العالم بتاعه، ولكن كالعاده 13 ما بيعرفش ان هو يرد عليه باي شيء. واثناء ما كانوا واقفين يا صديقي بيلاقوا فجاه رساله بتظهر قدامهم كده بدون اي مقدمات، وعلى الجانب الثاني كان ريا بيواجه لوتشي لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت اللي كان بيواجهه فيه يا صديقي بيشوف رؤيه ثانيه لزوجة لوتشي وبيهاجم لوتشي ريا في هذه اللحظة. ولكن لحسن حظهم ان توافق القتال بين ريا وماريتا قوي جدا وصعب على لوتشي ان هو يتجاوزه مهما كانت قوته عامله ازاي. ما بيكونوش عارفين ان هم يتصرفوا ازاي مع الولد اللي واقف قدامهم دول يتخلصوا منه، ولكن وفجاه بدون اي مقدمات بيهاجم ال 13 على لوتشي وبيقدر بضربه واحده بس ان هو يخلص المعركه دي تماما، ولكن لوتشي في نفس الوقت بيفقد الوعي بتاعه. بتنتشر بعد كده الاخبار في كل المدينه عن الفيروس وهجوم على الابطال، وبتفضل موريتا تحكي عن ريا وقد ايه هو شخص رائع. وفي نفس الوقت على الجانب الاخر ريا كان قاعد يحلل الصور بتاعه لوتشي، وفجاه بيزور دوتومي
امي وبيكون غضبان جدا. بينتقل بينا المشهد وبنشوف توماس وهو جنب لوتشي وبيعرفه ان هو مش زعلان منه ابدا، ولكنه كان مهتم بيه طوال الوقت وكان مراعي محبته اللي في قلبه، ويمكن تكون دي هي السبب الكافي لمقاومه الفيروس بتاعه. واخر حاجه هنشوفها في حلقه النهارده يا صديقي جاست وهو بيفتح عينيه. وبس لحد هنا يا صديقي تكون حلقه النهارده الاسطوريه خلاص خلصت. فتفتكر بقى ابطالنا هتقدر ان هي تتخلص من الفيروس ده وتسيطر عليه، ولا هيتمكن منهم ويدمر العالم بتاعهم تماما؟ كل ده واكتر نعرفه ان شاء الله مع بعض الحلقات الجايه. في النهايه عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك رايق زيك كده وبس. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.